لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. الشعيرة الفلانية مقززة، طبعا القوة دائما مقززة، ترهبون بالإعداد هو الردع، وظيفة الإعداد هو الردع. شعائر سيد الشهداء أعظم إعداد قوة للإيمان، أعظمها على الإطلاق، حتى من الأسلحة النووية والكيميائية وغيرها. شعائر سيد الشهداء أعظم سلاح، إذا فقد منا هذا السلاح على الإسلام السلام، كما قال سيد الشهداء. هاي الوسوسات والتلقينات الانهزامية يا أخوان لنعي ما يدار ويحاك وراء الكواليس. كفى. معسكر سيد الشهداء لا نفقده ولو بيد عزلاء لا أقل. الشاعرة الفلانية كذا، الشاعرة الفلانية كذا، الشاعرة الحسينية كذا. طبعا بناك أنت شاعرة سيد الشهداء زهرة الحياة الدنيا، زبرج وزخرف وزينة وذهب واستبرق؟ لا، شعار سيد الشهداء فداء، تضحية، استرخاص الموت، عدم إهابة الموت. حقيقة شعار سيد الشهداء هي هذه، ليست حقيقة شعار سيد الشهداء الخلود إلى الدنيا والخلود إلى الماديات. هذه ليست شعار سيد الشهداء، هي شعارات يزيد وأصحاب الدنيا. شعارات الحسين طلاق الدنيا بحلاوة، توظيف الدنيا للآخرة، مقززة مشينة توهن المذهب. أي مذهب تسأل؟ المذهب المادي؟ نعم توهن المذهب المادي. المذهب الذي يخلد إلى الدنيا نعم توهنه. المذهب الذي يذهب إلى الآخرة لا، هي ترفعه. المهانة أي مهانة، الاستهزاء أي استهزاء. أصلا منطق الاستهزاء يعيبه القرآن الكريم. يا أخوان هذه أمور أسلحة القوة إذا أخذت من عندنا خلاص توانينا تخاذلنا.